فاكر أول مرة رحت فيها الساحل؟ أنا فاكر. طريق طويل، شقة متأجرة، وهم كلهم أسبوعين في السنة. بس دلوقتي الموضوع اختلف. اللي بيفهم في العقار عمره ما بيشوفه بعينه بس، بيشوفه بعقله كمان. ومش كتير اللي بيعرف يقرأ المستقبل، واللي هيعرف يقرأ الساحل النهاردة هيعرف يكسب منه بكرة. تعال أقول لك ليه. أول حاجة، الجو هناك مختلف فعلا. في الصيف في النهار درجة الحرارة ما بين 28 درجة ل 32 درجة، وبالليل درجة الحرارة من 22 درجة ل 24 درجة. وطبعا نسبة الرطوبة أقل بكتير من القاهرة واسكندرية ومعظم المدن الساحلية. دايما فيها كده نسمة بحرية تخلي الشمس تتحمل، وده في حد ذاته أهم حاجة عند أي حد بيصيف. وفي باقي أوقات السنة في الخريف والربيع الجو معتدل، لا حر ولا برد. والشتاء فيه برد وفيه مطر، بس مفيش إحساس البرد القارس. المكان هناك يخليك تسأل نفسك سؤال: هو أنا ليه مش بعيش هنا طول السنة؟ تاني حاجة، الساحل ما بقاش مكان واحد، ده بقى خريطة فرص ومجموعة مدن على الطريق. وده واضح جدا بفضل المجهودات اللي بذلتها الدولة والتغيير الجذري اللي حصل في الساحل، وده من خلال البنية التحتية. مثلا الطريق الساحلي اختصر المشوار للساحل للنص، ومحور الضبع ربط القاهرة مباشرة بالساحل. العلمين الجديدة فيها شبكات صرف ومية وكهرباء وخدمات شغالة، مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز حكومية، كلهم شغالين ل 12 شهر مش 3 شهور بس. فلو بتفكر في عيلتك، في الراحة، في الهواء النظيف، في كوميونتي مناسب ليك، في حياة فيها خصوصية، يبقى لازم تبص للساحل من زاوية تانية. وخد بالك، اللي انت شايفه ده شافه غيرك من بدري. الساحل ما بقاش للعيلة اللي بتدور على الهدوء بس، الساحل بقى مركز استثمار كبير ومطمع لكل اللي بيفهم في العقارات وبيعرف يقرأ المستقبل. الحلقة الجاية هتفهم ليه دول الخليج استثمروا هناك في الساحل، والمليارات دي كلها رايحة فين، ومين اللي بيبني المستقبل هناك.